السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بالجميع، إن شاء الله تكونوا كامل بخير. اليوم جبت لكم وصفة جد سهلة اللي هي آيس كريم منزلي بطريقة سهلة وبمكونات جد بسيطة. راح نبدأ بالمكونات. عندنا أول شيء عندي كاس حليب بارد، وعندي هنايا فلون نوارا، أنايا استعملت تاع شوكولا. تبغي دير أذواق أخرى عادي، تبع برك الطريقة وتبدل الذوق اللي بغاتو. هنا راح نخلط الفلون هذاك مع الحليب تاعنا البارد، ومن بعدين راح نجيبو كاس كريم شونتي. الكاس حليب يقابلها كاس كريم شونتي، زوج كيسان حليب يقابلوها زوج كيسان كريم شونتي. ونقعد نخلط مليح حتى تطلع لنا هذيك الكريم شونتي تاعنا كيما راكم تشوفوا هنايا. بدات تطلع لي الكريم شونتي تاعي هذيك. انا هنايا كنت ذوبت من قبل شوكولا، ذوبتها اي نوعيه بغيتي، ومن بعدين نحلو هذيك الشوكولا في الكريم شونتي تاعنا اللي درناه مع الحليب ومع الفلون بذوق الشوكولا. وبعدين نخلط كل شيء مع بعضه، نطلع لاكريم تاعي هكذا، نخدمو بيا حتى يطلع لي لاكريم تاعي فوالا. ونجيب البورتمونجي تاعي ولا اي علبه عندك، نلوحو لاكريم تاعنا هذاك في العلبه باش نحطوه في الكونجيلاتور، نعدلوها بيان في هذيك العلبه تاعنا. وبعدين نغلقوا على لاكريم تاعنا قلت لكم ونحطوه في الكونجيلاتور عفوا حتى يجمد لنا هذاك لاكريم تاعنا. هكا سويوه مليح وبعدين نحطوه في الكونجيلاتور. من جهة أخرى راح نزيدو نخدمو بذوق الكراميل، كذلك كاس حليب وزيدوا لها شكارة فلون تاع نواغا استعملت بذوق الكراميل. اللي تبغي يكون الكو قوي يعني الذوق القوي تستعمل زوج شكاير عادي تاع فلون ولا شكاره ونص نورمال. هكا نحلل هذاك الفلون تاعنا في الحليب. وهنايا اللي عندها لاغوم بذوق الكراميل او الفانيليا ولا تلوح عادي باش يزيد يعطيها نكهه. انا صراحه هنا ما كانش عندي متوفر لهذا ما استعملتوش. واللوح كذلك الكريم شونتي تاعي. ودوكا نقعد نخدمو بيا حتى يطلع لاكريم تاعي بهذه الطريقه فوالا. شوفوا القوام تاعو كيف يجينا. نجيبو كذلك علبه نلوحو فيها لاكريم تاعنا كما الطريقه الاولى، ونسويو ونعدلو هذيك لاكريم تاعنا مليح في هذيك العلبه تاعنا. هكا ونغلقوا عليها ونحطوها كذلك في الكونجيلاتور حتى يجمد لنا هذاك لاكريم تاعنا. بعدين بعد ما جمدنا هذاك لاكريم تاعنا نجيبوا الكؤوس تاعنا اللي راح نحطوا فيهم لاكريم
ونبدا نحطوا هذيك لاكريم تاعنا. انا هنا جبت الكراميل، راح نزين به. منه ديكور ومنه راح يزيد لنا بنا في لاكريم تاعنا. انا جبت هاد الملعقه تاع لاكريم وبديت نشكل في لاكريم تاعي ونحط في الكؤوس. جيست جبت لاكريم تاعي من الكونجيلاتور، بديت نزينه نحطه في الكؤوس. واش نقول لكم صراحه كان سخون الحال، ليها بدا يذوب لي هذاك لاكريم. كذلك جبت لاكريم تاعي بذوق الشوكولا وبديت نحطه في الكؤوس تاعنا. هكذا رحت درت كذلك الكراميل من الفوق، ورحت يعني ثاني زينتها بالشوكولا. شوكولا كنت قطعتها هكذا وزينتها من الفوق. بذوق الكراميل كذلك زينتها من الفوق بالكراميل وزدت لها يعني شويه كاوكاو، وتزيين حسب الرغبه اكيد. راح واش نقول لكم البنات، سيوها ما تندموش في هذا الصيف بمكونات بسيطه وبطريقه جد سهله، وان شاء الله راح يعجبكم. سيوها وراح تعجبكم بزاف بزاف وراح تدمنوا عليها في هذا الصيف، ووليداتكم راح يحبوها كذلك. شاهدكم في الجنه ان شاء الله. ما تنساوش باللايك ومتابعه باه يلحقكم كل جديد، ونلتقي ان شاء الله في عدد جديد ووصفه جديده، والى اللقاء.